تقارب كبير في وجهات النظر بين الأهلي والمغرب الفاسي وسفيان بن جديدة، وتقارير صحفية تؤكد أن الصفقة تسير في طريق الحسم لينهي الأهلي صفقة المهاجم الثاني بعد صفقة منصف بكرار. بعض الأصوات داخل الأهلي تتعاطف مع محمد مجدي قفشة وتحاول إقناع المدير الفني الحسين عموتة بالبقاء على اللاعب خلال الموسم المقبل ومنحه فرصة جديدة لإثبات نفسه بعد تألقه مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي. الأهلي يتفق مع الحسين عموتة المدير الفني على بقاء محمد علي بن رمضان مع الفريق الموسم الجديد حال عدم وصول عروض مناسبة للاعب، وذلك بعدما رفض النادي عرض الحزم السعودي والشمال القطري بسبب القيمة المالية الغير مناسبة. محمد هاني يرحب بتعديل وتجديد عقده مع الأهلي وينتظر تحضير النادي للعقود لتوقيعها خلال الفترة القادمة دون أي شروط. الحسين عموتة يرحب ببيع جراديشار أو خروجه للإعارة حال نجاح النادي في إبرام صفقة سفيان بن جديدة خلال الساعات القادمة، وذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب في الفريق حاليا. لتجنب شكوى النادي في الفيفا، الزمالك يسدد جزء كبير من مستحقات سيف الدين الجزيري المتأخرة حتى يحرم اللاعب التونسي من الحصول على حكم ضد النادي. المغرب الفاسي يستغل رغبة الحسين عموتة الشديدة في ضم سفيان بن جديدة ويضغط على الأهلي لحسم الصفقة ويتمسك بالحصول على 3 مليون دولار للتفريط في اللاعب، وذلك بعدما أرسل الأهلي عرض اليوم ب2.5 مليون دولار. ومحاولات مكثفة من عصام سراج لحلول طرد جميع الأطراف لتحقيق رغبة المدير الفني في ضم اللاعب. محمد صلاح نجم المنتخب الوطني يصبح مضطر لتخفيض راتبه إذا أراد الاستمرار في الملاعب الأوروبية الفترة القادمة حتى يفتح أمام نفسه خيارات أخرى بخلاف عروض الأندية التركية. إياد العسقلاني يتجاوز الكشف الطبي في نادي بيراميدز تمهيدا لإتمام انتقاله للفريق على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي. الأهلي يفكر جاديا في صرف النظر عن فكرة ضم حارس مرمى جديد في حال رحيل مصطفى شوبير الفترة القادمة، وذلك لمنح الفرصة لحمزة علاء أو محمد سيحة لمنافسة الشناوي على المشاركة أساسيا، وذلك بعدما رأى مسؤول النادي أنه لا يوجد أي فرق بين ثنائي الفريق وبقية الحراس الموجودين على الساحة حاليا. الأهلي يحاول إقناع رضا سليم بقبول أحد العروض للرحيل عن النادي بدلا من اللجوء لفسخ التعاقد، وذلك حتى لا يتحمل النادي أعباء مالية. هاني بريدة رئيس اتحاد الكرة يؤكد مجددا للمقربين أن صدور قرار بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية الموسم الحالي مسألة وقت فقط، وهو يمتلك تأكيدات على تطبيق القرار. الأهلي يقترب من إنهاء الأمور مع كريستو بشكل ودي قبل إرسال القائمة الأولية لاتحاد الكرة نهاية اليوم، ويحاول التوصل لاتفاق مع أشرف داري للرحيل هو الآخر عن طريق فسخ التعاقد. سيراميكا كليوباترا ينفي كل ما يصار حول عرضه على الأهلي استعارة أحمد سيد زيزو مقابل تحمل الأحمر نصف راتبه، وذلك بعدما نشر بعض الصحفيين الهجاصين الذين ينضمون لنادي الزمالك هذه الشائعة بغرض التقليل من اللاعب. تقارير صحفية تؤكد أن الحسين عموتة المدير الفني للأهلي لا يمانع التعاقد مع أكرم توفيق، لكنه بنفس الوقت غير متحمس للتعاقد مع اللاعب، ويرى أن وجود اللاعب من عدمه لن يفرق كثيرا، خصوصا أن مركز اللاعب في الفريق مؤمن بوجود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأحمد خالد كباكا. وفيما يخص الجبهة اليمنى فمتواجد محمد هاني وأحمد عيد وعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد، يمكن لأي منهم التواجد وأداء دور البديل. أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي السابق يعتزل كرة القدم بشكل رسمي، وذلك في ظل وصول عرض له من الأهلي لتولي أحد المناصب. حالة سعادة كبيرة في الأهلي بخطوة سعد سمير الجديدة وتعيينه مدير للكرة بنادي سيراميكا كليوباترا بعد الاعتزال مباشرة، وذلك في ظل رغبة النادي في الاستفادة منه في السنوات القادمة. تقارير أسبانية تؤكد أن نادي برشلونة حقق أرباح بقيمة 95 ألف يورو من تواجد حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في كأس العالم. اتحاد الكرة يوافق على مضاعفة راتب المدير الفني حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم ليكون 2 مليون جنيه شهريا بدلا من مليون جنيه، ورفض تام لفكرة منحه 5 مليون جنيه شهريا. مقترح جديد في اتحاد الكرة بتعيين محمد شوقي أو عادل مصطفى المدرب المساعد السابق بالنادي الأهلي مدرب للمنتخب الأولمبي، وذلك في ظل وجود خلافات على تعيين أيمن الرمادي أو عظيمة. نادي الوكرة القطري يعلن غياب حمدي فتحي عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لمنح اللاعب راحة بعد مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم. مدرب نانت الفرنسي يواصل انتقاده لمصطفى محمد ويؤكد أن النادي قرر الامتناع عن دفع راتبه ووضع عليه عقوبات مالية بسبب عدم الرد على اتصالاتهم تماما. ميسي يعود بقوة إلى سباق الكرة الذهبية بسبب ما يفعله في كأس العالم وخروج مبابي وعثمان ديمبلي من نصف نهائي البطولة. ميسي يزين التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس العالم بعد المباراة الكبيرة التي قدمها اللاعب أمام انجلترا والتي غير مجراها أمس. أنباء غير مؤكدة عن تبرع هالاند ورفاقه في النرويج بجزء من مكافآت كأس العالم لأهالي قطاع غزة. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يميل لتجديد الثقة في المدير الفني توماس توخيل رغم الانتقادات الحادة التي يتعرض لها بعد الخسارة من الأرجنتين. الحكومة الفرنسية توافق على استثناء زين الدين زيدان من سقف رواتب المدربين تمهيدا لقيادته منتخب فرنسا الفترة القادمة. الهلال يفتح الباب أمام رحيل سالم الدوسري في الصيف الجاري في ظل التغييرات الفنية التي يشهدها الفريق حاليا. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
الجرس ليصلك كل جديد.